محتارة في الفطار والعشا؟ لو عندك بطاطس تعالي نعمل فطار سريع عشا خفيف. بجد الوصفة دي خطيرة، لو جربتيها بطريقتي مش هتبطلي تعمليها. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. 3 حبايات من البطاطس هنغسلهم كويس ونقشرهم وبعد كده نقطعهم مكعبات. هاتي بقى حلة وهننزل بيهم كده على المية وهسيبهم كده يغلوا على النار يستووا. كوبايتين من الدقيق، معلقة من اللبن البودرة، رشة من الملح، وبعد كده عجنتهم كويس جدا وسيبهم ترتاح لمدة نص ساعة. بس كورتهم كده قد البيضة أو قد البرتقانة الصغيرة. البطاطس بتاعتنا اتسلقت وبقت كويسة جدا. بدأت ان انا اهرسها بالشوكة كده ونزلت عليها كده بطعم الجبنة. لو عندك جبنة شيدر حطيها، بس دي اقتصادية قوي وطعمها خطير. كورتها وسبتها ترتاح وجبت بقى العجينة. حطيت البطاطس جوه العجينة وقفلت عليها كويس وبدأت ان انا ابططها وافردها فطاير خطيرة. بعد كده بسيبها ترتاح برضو 10 دقايق بالظبط كده. وهجيب بقى الطاسة بتاعتي وتكون سخنة معايا واحط فيها مادة دهنية وهنزل عندي بالفطيرة الخطيرة اللي تنفع فطار تنفع عشاء تنفع كمان في اللانش بوكس. بجد خطيرة، جربوها هتعجبكم جدا. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.